في منزل جميل في الغابة، يعيش الجيولوجي إيش حياة هادئة. في الصباح يقرر زيارة المحجر للبحث عن البريت، ويتجاهل مكالمة من والدته أثناء خروجه. بعد لحظات أثناء عمله، لدغه ثعبان فجأة في يده قبل أن يزحف بعيدا. أخرج هاتفه فجأة ليسقطه عن طريق الخطأ أسفل التل. بعد ذلك استخدم سكينا للوصول بسهولة وامتص السم. هرع عائدا إلى منزله وشرب بعض الماء قبل أن ينهار على السرير، ولكن بعد ذلك أصيب بالهذيان. بعد بضع ساعات لم يتحرك إيش، وكانت يده منتفخة بشكل رهيب. يمكنه سماع شخص يطرق بابه، ويكون هناك طائرة هليكوبتر بالخارج، لكنه لا يستطيع التحرك أو التحدث. في المساء زحف خارج السرير للحصول على المزيد من الماء، ولكن حركاته كانت خرقاء للغاية لدرجة أنه سكب الماء. يستمر إيش في الاتصال بأمه بينما تصله رسالة نصية على هاتفه تقول فيها نحبك. بعد عدة أيام يستيقظ إيش وهو يشعر بتحسن، ويده عادت إلى وضعها الطبيعي. يركب سيارته بعد تنظيفها، ويستغرق الأمر بضع محاولات لبدء التشغيل. يقود إيش السيارة إلى المدينة، ويفاجأ عندما يجد الشوارع فارغة. في النهاية أوقف السيارة عندما اكتشف جثة متعفنة على الأرض. هناك سيارات عسكرية في كل مكان، ومزيد من القتلى داخل المركبات الأخرى. يقرأ على لافتة طريق أنه كان هناك جائحة عالمية، وتم وقف عمل الحكومة الأمريكية. بينما كان مذعورا، عاد إلى سيارته وشغل الراديو، وتذاكر الأخبار الجمهور أن الفيروس شديد العدوى وقاتل، لذلك يجب على الجميع البقاء في الداخل. عندما وصل إلى منزل عائلته، أصيب إيش بالدمار لاكتشافه أن والديه ماتا. بعد أخذ لحظة للبكاء، دفن والديه في الفناء الخلفي بقبلة على الجبين. بعد أن استراح في سرير طفولته، يواصل إيش البحث في البلدة، ويجد عشرات الجثث في الكنيسة. ثم يلتقط مجموعة من الإمدادات بما في ذلك مسدس، ويقود إلى الجسر ويجده مسدودا. يصرخ في إحباط قبل أن يأخذ طريقا مختلفا للوصول إلى الأسفيجس، والتي كانت أيضا مهجورة تماما. لم ينجح البحث في المباني، لذلك قرر إيش أخذ استراحة في حوض استحمام ساخن. في وقت لاحق يذهب إلى أحد الحانات للحصول على مشروب، ويسقط الكوب عندما يسمع صوت لأشخاص. هؤلاء هم ميلتون وآنا، التي تشرح أنهما محصنان وأنهما عالقان هنا عندما بدأ كل شيء. سجل ميلتون الإعلان على هاتفه وأظهره لإيش، الذي علم أن الفيروس جديد ولا أحد يعرف من أين أتى. كانت اللقاحات غير فعالة، وبدأ الناس في الذعر في الشوارع. في النهاية فقدت الحكومة السيطرة، واستولى الفيروس على الأمة. فجأة يعترف إيش بأن والديه أخبراه بوجود مرض جديد، لكنه لم يعتقد أنه بهذه الخطورة. يخبره ميلتون وآنا أن جميع الناس ماتت، لذا ربما لا يوجد سوى عدد قليل من الناجين مثلهم في جميع أنحاء العالم. تعترف آن بأنها شاهدت بناتها وزوجها يموتون في مكالمة فيديو. بينما يستمر الثنائي في الشرب، يغادر إيش ليأخذ المصعد، فقط ليدرك أنه ليس لديه مكان يذهب إليه، وينام على الأرض. في صباح اليوم التالي يجد آن تجرب ملابس باهظة الثمن من المتجر. يتساءل إيش عما إذا كان كونه على قيد الحياة مهما، وتقول آن إن دقات قلبها لا تعني أنها على قيد الحياة. ثم يجتمع الثلاثي لتناول الإفطار، ويعلم إيش أن زوجة ميلتون ماتت هنا في الفندق. يعلن إيش أنه سيغادر قريبا في حالة من الانزعاج، ويترك الطاولة. يحاول ميلتون إقناع إيش بالبقاء، قائلا إن لديهم طعاما ومولدا كهربائيا. بينما يظهر لإيش مسدسه، يكشف أيضا أنه وآن لديهما اتفاق. عندما ينفد الطعام سيحذفون أنفسهم. عندما يشير إيش إلى أن البلاد لديها ما يكفي من الموارد لتدوم عقدا من الزمان، يسأل ميلتون لماذا يريد أي شخص أن يعيش بعد أن ذهب كل ما يهتم به. قبل المغادرة يطلب إيش من آنا أن تأتي معه. ترفضه، لكنها تقبله رغم ذلك، لذلك يضطر إيش إلى دفعها بعيدا. في طريقه للخروج يسمع إيش طلقتين ناريتين، فيصبح غاضبا، ويقود إيش سيارته على الطريق بسرعة خطيرة، ويكاد يصطدم بكلب، لكنه يتوقف في الوقت المناسب. نظرا لأنه يرى ذلك كإشارة، يطلق على الكلب اسم لاكي ويأخذه معه. بعد ذلك يتوقف إيش عند المكتبة، ويجمع كل الكتب المتعلقة بالبقاء على قيد الحياة التي يمكنه العثور عليها. لا يعرف إيش ماذا يفعل غير ذلك، ويعود إلى منزله القديم لبدء حياة جديدة مع لاكي. بعد مرور عام لا يزال إيش على قيد الحياة. إنه يشغل نفسه بالأعمال المنزلية والتمارين الرياضية، لكنه يشعر أنه بدأ يفقد أعصابه، وأحيانا يقود سيارته في دوائر. في أحد الصباحات
يسمع نباح لاكي وينظر من النافذة ليرى الدخان على مسافة منه. يركب إيش ولاكي السيارة على الفور ويقودان إلى المدينة لمتابعة الدخان إلى منزل معين. تظهر إيما على السطح وهي تحمل مسدسا، لكنها تضعه جانبا عندما يشرح إيش وضعه. تدعوه للدخول وتخبره أنها وصلت قبل بضعة أيام وبدأوا بتقاسم الشاي والخبز. يتفقان بشكل جيد جدا، لذا عندما يحاول إيش المغادرة تطلب منه إيما البقاء ليلا. في صباح اليوم التالي يقنعها إيش بالعيش معه حتى يتمكن من البقاء معا. بينما تبحث أيمن حول المنزل يتخلص إيش من حبل المشنقة الذي علقه عندما شعر باليأس. تلاحظ إيميا أن الفئران دخلت المخزن، لذا يعودان إلى المدينة للحصول على الإمدادات. في المتجر يتعين عليهما تجاهل الرائحة الكريهة القادمة من الجثث وبعض الفئران. تمر الأيام وتجد إيميا وإيش روتينا جديدا معا. يزرعان الخضروات ويذهبان لصيد الطعام. في المدينة تظهر الحيوانات في الشوارع لأنه لا يوجد أشخاص يوقفونها. تقص إيما شعر إيش ويبدأ في بناء حظيرة دجاج على أمل أن يتمكن من إنشاء مزرعة. في النهاية تتحول علاقتهما إلى علاقة حميمة. عندما ينفد وقود سيارة إيش يتعين عليه البدء في ملء خزان الوقود باستخدام مركبات أخرى في المدينة، كما يبدأ في بناء لواح شمسية أعلى المنزل. في أحد الصباحات ينزلق عن السطح عن طريق الخطأ ويسقط، مما يؤدي إلى إصابة كاحله في هذه العملية. تساعده أيمن في الدخول وتعتني به بينما تعترف بأنها تفتقد وجود المزيد من الناس حولها. لاحقا أثناء نومه تنظر إلى صور قديمة لعائلتها وتبكي. عندما يتحسن إيش يبدأ على الفور في البناء مرة أخرى. تعلن أيما أنها حامل ويصاب إيش بالذعر، ويتردد في إحضار طفل إلى عالم ما بعد نهاية العالم. ينتهي به الأمر بالبحث عن كتب عن الولادة في المكتبة، حيث تتجول الفئران أيضا. بعد بضعة أشهر تسير مزرعة الزوجين الصغيرة بشكل جيد مع الكثير من الخضروات وحتى بعض الدجاج. ومع ذلك تشير إيما إلى أنها بحاجة إلى البروتين، لذلك يوافق إيش على الذهاب للصيد. يجد مجموعة من الأبقار وبعد الكثير من التردد يطلق النار على واحدة، ثم يتبع تعليمات الكتاب لتقطيعها والحصول على اللحم، والذي يأخذه إلى المنزل في مبرد. بعد بضعة أيام أنهى إيش أخيرا الألواح الشمسية وأصبح المنزل مزودا بالكهرباء، مما يعني أنه يمكنهم تخزين الطعام في الثلاجة مرة أخرى. تقاطع إيما اللحظة السعيدة بأخبار سيئة، فقد وجدت فأرا ضخما في الطابق السفلي. كان عليها أن تغرقه لقتله لأن مصائدهم ليست كبيرة بما يكفي لهذا الحجم. تكشف نظرة سريعة من خلال النافذة أن مئات الفئران قد استولت على المدينة وتأتي الآن إلى منزلهم. يدرك إيش أن القمامة تجتذب الفئران، لذلك يهرع إلى الخارج لحرقها بالكامل، بينما تطلق إيما النار على الفئران التي تقترب كثيرا. لسوء الحظ يجب على إيش حرق ما تبقى من البقرة أيضا. بغض النظر عما يفعلونه تستمر الفئران في القدوم، لذلك يركض الثنائي إلى الداخل ويبدأ العمل على سد كل باب ونافذة وحفرة. تسكب إيما أيضا الكثير من المبيض في المرحاض. يكشف صوت بكاء مفاجئ أنهم نسوا لاكي بالخارج، وأنه يتعرض لعضة من الفئران. لا يملك إيش خيارا سوى فتح الباب والإمساك بالكلب بسرعة قبل الركض عائدا. لم تمر سوى ثانية واحدة، لكن بعض الفئران تمكنت من الدخول، وحاول إيش إطلاق النار. لم تصب الرصاصة لأنهم يتحركون باستمرار، لذا بدأ إيش في قتلهم جميعا بسحقهم بشراسة بمسدسه. بعد ذلك اعتنت إيما بجروح لاكي. جعلت هذه التجربة إيش خائفا من أن يفقد إيميا أثناء الولادة، لذلك اعترفت أخيرا بأنها أنجبت ابنتين دون مضاعفات. فقدت عائلتها بأكملها في نفس اليوم بسبب الفيروس. بعد بضعة أشهر تمت السيطرة أخيرا على تفشي الفئران، وذلك بفضل القطط البرية التي تتجول في الشوارع. يمكن للزوجين أخيرا فتح المنزل والخروج مرة أخرى. في ذلك اليوم بدأت إيما تشعر بالانقباضات وتستعد للولادة، لكنها اكتشفت أن كتف الطفل سيخرج أولا. يريد إيش العثور على الكتاب الذي يشرح كيفية التعامل مع هذا، لكن إيما تصرخ عليه وترشده إلى كيفية تصحيح وضع الطفل حتى يخرج الرأس أولا. يساعد هذا في الولادة بسلاسة، والآن أصبح فخورين بطفلة سليمة. تشعر إيما بالأمل في المستقبل مرة أخرى، فترسم عنوانهم على جدار في المدينة وتدعو الناجين للانضمام إليهم. ويرى ذلك شخص غامض في المنطقة. بعد 6 سنوات من بدء الوباء كان إيش يقود سيارته بمفرده عندما صدم أسدا عن طريق الخطأ. أمسك بمسدسه واستعد لقتله برحمة، ولكن في تلك اللحظة لاحظ شخصا يراقبه من الغابة.
ركض وراء هذا الشخص وحاول الإمساك بها، لذلك حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها. يتراجع إيش ويقسم أنه لا يقصد أي أذى، موضحا أنه لديه طعام وأنه يعيش مع ناجين آخرين. تصرخ على ظهر الشاحنة. يأخذ إيش الفتاة إلى منزله ويكتشف أن لديه وإيما طفلين الآن، هيذر وأليكس. كما انضم إليهما 2 آخران من الناجين، خورخي ومورين، ناهيك عن أن إيما حامل مرة أخرى. الجميع ودودون تجاه الفتاة الجديدة، لكنها لا تزال لا تتحدث أو تغادر الشاحنة، لذا يستنتج إيش أنها يجب أن تكون مصابة باضطراب ما بعد الصدمة. في تلك الليلة تنام الفتاة في الشاحنة، وفي صباح اليوم التالي تحضر مورين الإفطار للفتاة التي تصاب بالذعر وتتسبب في إسقاط الطبق. عندما تمسك الفتاة بمعصمها، تلاحظ مورين أن لديهما نفس الندوب وتظهر لها تلك الموجودة على صدرها، كما تقدم لها شعرها لتلمسه وتكسب ثقتها. بعد ذلك تحكي مورين كيف وصلت هي وجورج إلى هنا، وهذا بفضل اللافتة، وتقنع الفتاة بالاستحمام. وفي الوقت نفسه يذهب إيش وجورج إلى الغابة ويكتشفان كوخين بدائيين للغاية مع قبور في الخلف. بعد لحظات تفحص مورين متعلقات الفتاة. هناك العديد من الرسومات المخيفة في مذكرات ورسالة تشير إلى أن اسم الفتاة هو إيفي. تستخدم مورين الاسم وتستجيب الفتاة له بشكل جيد، حتى أنها تقبل الملابس النظيفة وغرفة للنوم فيها. في المساء تشارك مورين الرسالة مع الآخرين. كتبتها والدة إيفي التي توسلت للقارئ لرعاية ابنتها. عندما بدأ الوباء أخرج والد إيفي إحباطه عليها، وكانت الأم مريضة لذلك لم تتمكن من حمايتها. توافق المجموعة على الترحيب بمورين في عائلتهم الصغيرة. سرعان ما تلد إيما طفلا رضيعا جميلا يدعى جوي. بعد مرور عام كانت المجموعة تقضي يوما لطيفا عندما انطلقت فجأة إنذار بوجود دخيل. بعد ترك الأطفال بالداخل مع مورين، يأخذ إيش وإيما وجورجي أسلحتهم ويذهبون للتحقق. تحصل جين على الكثير من الكحول ويجد عزرا جيتارا لها. عندما تجتمع المجموعة للمغادرة يلاحظون أن مولي قد رحلت. وفي المستشفى تصادف مولي كلبا بريا وتستخدم مطفأة حريق لإخافته وإبعاده، ثم تستخدم نفس مطفأة الحريق لكسر قفل، مما يتيح لها الوصول إلى مخبأ احتياطي للأدوية. عندما تعود أخيرا يوبخها إيش لكسر القواعد، لكنه يضطر إلى الصمت عندما تظهر له كمية الدواء التي وجدتها. في تلك الليلة تستخدم جين جيتارها الجديد للغناء للجميع فوق نار المخيم، ويحكي عزرا بعض النكات السيئة. بعد أن يذهب الجميع إلى الفراش يشارك خورخي ذكرياته المفضلة مع مورين ويفعلون العلاقة لأول مرة. وفي الوقت نفسه تسكر جين في المطبخ. وفي صباح اليوم التالي تتحقق مولي من جين التي تعترف بأنها شربت كثيرا لأنها تحاول إنهاء حملها. من الواضح أنها تعاني من انهيار عصبي، لكن مولي تعدها بعدم إخبار عزر. يمر الوقت وتستمر المجموعة في العيش بسلام. يولد طفل جين بصحة جيدة، وسرعان ما تنجب مورين طفلها أيضا. بعد 14 عاما من بدء الوباء لا يزال الجميع يعيشون معا كعائلة كبيرة ويحتفلون بعيد ميلاد هيذر. يأخذ إيش جوي إلى المكتبة كثيرا على أمل نقل حبه للكتب. في أحد أيام ما بعد الظهيرة يلاحظ إيش وجوي أن الرياح تهب بقوة ويبدأ المطر في الهطول، لذا يسرعان للعودة إلى المنزل. يتأكدان من أن الجميع آمنون بالداخل فقط ليكتشف أن لاكي مفقود. يذهب إيش للبحث عنه ويصاب بالصدمة عندما يكتشف أن لاكي قتل على يد شجرة سقطت، وتنضم إليه إيما ويبكون معا وهم ماكثين بجوار بالجثة. في اليوم التالي يقوم بيدفن لاكي في الحديقة، ولاحقا يراقب إيش الأطفال وهم يلعبون عندما يظهر فجأة أسد جبلي في الشجيرات. يخبر إيش الأطفال بالركض ويقفز لحمايتهم، فيهاجمه الأسد ويبدأ إيش في مهاجمته. تبدأ إيفي في الصراخ طلبا للمساعدة. سرعان ما تمكن الكبار الآخرون من إنقاذ إيش ونقله إلى المستشفى. مولي طبيبة لذا فهي تساعد المجموعة في الإصابات. يجب عليها إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لإيش لتثبيته قبل أن تبدأ في العمل على إغلاق جميع جروحه. في هذه الأثناء تذهب إيما إلى الغابة، وعندما تجد الأسد أخيرا تطلق عليه النار عدة مرات انتقاما. عندما يستيقظ إيش أخيرا تعترف مولي بأنها ليست طبيبة كاملة، وإنها مجرد طالبة تركت الكلية. ومع ذلك يثق إيش بمعرفتها، وسرعان ما يتمكن من المشي مرة أخرى، ولذلك يعود إلى عائلته. بحلول العام 17 من الوباء أصبح جوي صيادا متفوقا وإيش فخور جدا به، مما يجعل أليكس تغار. ورايف وهيذر كبيران في السن بما يكفي للبحث عن الإمدادات بمفردهما، وأثناء البحث في المنازل
يرتبكان بسبب العديد من الأشياء من العالم القديم. يتعايشان جيدا وسرعان ما يبدأان في المواعدة. في النهاية أصبح المراهقان حريصين على رؤية المزيد من العالم، وبعد بعض المناقشة سمح لهما والديهما بالذهاب. ملأ المراهقان سيارة بالإمدادات والبنادق حتى يتمكنوا من البقاء بأمان هناك. بعد فترة لاحظ عزرء أن النباتات جفة بشكل غير طبيعي في هذا الوقت من العام. في المطبخ لا تستطيع إيفي الحصول على الماء من صنبور المطبخ، وتصاب بالتوتر الشديد لدرجة أنها تكسر المقبض. وتكتشف عند ذهابها إلى الخزان أن الماء قد اختفى لأن المنطقة تمر بجفاف، كما أن الأنابيب صديئة ومكسورة لأنها لم تتلقى أي صيانة. إذا لم تمطر قريبا فلن يتبقى لديهم سوى أسبوع من الماء، وهذا فقط إذا بدأوا في تقنينه. في تلك اللحظة رأوا سيارتين تمران، لذلك هرعت المجموعة إلى المنزل في حالة كون هؤلاء الأشخاص الجدد خطيرين. بعد دقائق ظهر تشارلي وبيري خارج البوابة ومعهما قارورة مليئة بالمياه كعرض سلام. يشرح تشارلي أن مجموعته وجدت حفارا خارج نيفادا، ومنذ ذلك الحين كانوا يحفرون الآبار، وإنهم على استعداد لمشاركة هذه المعرفة، لذا فتحت إيما الباب لهم أخيرا وتقاسمت المجموعتان الأكل معا. وافق إيش على استبدال كل الوقود الاحتياطي لديه ببئر، لذلك بعد الغداء بدأ تشارلي الحفر. ستستغرق العملية برمتها حوالي 72 ساعة. في فترة ما بعد الظهر ذهب إيش وتشارلي للصيد معا، وفزع إيش عندما أطلق تشارلي النار فجأة خلفه لقتل حيوان. أوضح تشارلي أنه رام جيد جدا لأنه تدرب كثيرا وليس فقط على الغزلان. لاحقا أثناء العشاء أظهر تشارلي ندوبة وحدق في إيفي التي نظرت إلى الوراء بانزعاج وخمور. يصبح تشارلي متسلطا إلى حد ما ولا يتراجع إلا عندما يخرج خورخي من المنزل. في هذه الأثناء تشعر إيما بالقلق بشأن زوجها وتبدأ في الاستعداد للبحث عنه، ولكن في تلك اللحظة يعود إيش أخيرا. توبخه إيما لاختفائه دون أن يذكر ذلك، ويعترف إيش بأنه قلق بشأن ما قد يحدث إذا عثروا على الماء. في اليوم التالي يصل الحفر أخيرا إلى عمق كاف ويتفجر الماء من الأرض. بينما يحتفل الجميع يطلب إيش من تشارلي أن يأخذ الوقود ويغادر، لكن تشارلي يقول إنه يحب هذا المكان أكثر مما كان يعتقد. بعد تثبيت البئر بشكل صحيح يقيمون حفلة للاحتفال، لكن إيش لا يزال قلقا. تسأل إيما بيري عن المكان الذي ستذهب إليه مجموعتها بعد ذلك، فتقول بيري إنها لا تعرف لأن تشارلي يحب المكان حقا. وفي وقت لاحق من تلك الليلة يسمع إيش صراخ امرأة وينظر حوله ليكتشف أن تشارلي يخرج من كوخ إيفي بينما يراقبه صديقه سيلاس. يتجاهل تشارلي مخاوف إيش ويعود إلى سيارته الترفيهية، حيث تغضب بيري منه أيضا. وفي الوقت نفسه يذهب إيش إلى الكوخ ويجد إيفي تبكي لأن تشارلي اعتدى عليها. تتجمع عائلة إيش لمناقشة كيفية التعامل مع تشارلي. لا يعتقدون أنهم يستطيعون إبعاده لأنه من المحتمل أن يعود، لذلك ليس لديهم خيار سوى قتله. ويقررون تصويت، ويقول الجميع نعم باستثناء خورخي الذي يغير تصويته عندما تصر مورين. بعد ذلك يذهب إيش للبحث عن تشارلي ويطلب منه المغادرة، وعندما يرفض تشارلي تحيط به الأسرة ويضرب إيش رأس تشارلي بمطرقة. وبمجرد سقوط تشارلي يستمر إيش في تحطيم رأسه بشراسة حتى يموت. يتعين على عزرا إيقاف إيش لأنه يفقد عقله ويستمر في تكرار كان علينا ذلك. ثم يحاول إيش غسل كل الدماء من المطرقة، معلقا على المفارقة المتمثلة في أن الدم ينتمي إلى الشخص الذي أعطاهم الماء. تواسي إيمي إيش وتخبره أنه فعل ما كان عليه فعله. في صباح اليوم التالي يتم إلقاء جثة تشارلي في المحيط. تخبر الأسرة بيري أن تشارلي قد رحل، لكن يسمح لها ولشعبها بالبقاء. تدرك بيري المعنى الحقيقي وتشعر بالارتياح لأنها ضحية أخرى من ضحايا تشارلي. بعد ذلك أبلغوا بقية المجموعة أن تشارلي قد رحل، وغضب سيلاس قائلا إن تشارلي لا يغير الخطط أبدا. بينما تستعد مجموعة إيش أسلحتها في حالة رد فعل سيلاس، يشير كوري إلى أنه من الجيد أن تشارلي قد رحل وأن بقية مجموعته تدعمه. يصفهم سيلاس جميعا بالجبناء ويترك المكان. عندما يخرج أليكس من المنزل ويسأل عن تشارلي يخبره إيش أنه رحل لأنه أذى إيفي. يعود سيلاس ويطلب البقاء لأنه ليس لديه مكان آخر يذهب إليه، مشيرا إلى أن إيش كان أول شخص شجاع بما يكفي لمحاربة سيطرة تشارلي، ومع ذلك لا يسمح له إيش بالدخول، قائلا إن سيلاس مخطئ أيضا لأنه يحرس تشارلي بدلا من تحذير العائلة. بعد 20 عاما من بدء الوباء من الواضح أن الأرض تتعاف، وذلك بفضل نقص البشر.
كان جوي وكوري يعملان بجد وتمكنا من بناء نسخة معدلة من طائرة دافنشي. إنها بحاجة إلى بعض التعديلات الإضافية لكنهما يأملان أن يتمكنوا من الطيران بها. الجميع متحمس باستثناء ليكس الذي لا يزال يشعر بالغيرة. في المساء يعترف جوي بأنه ليس على ما يرام ويصنع له إيش خليطا من الجذور. ولكن في منتصف الليل يذهب جوي إلى غرفة والديه وهو مغطى بالعرق ويغمى عليه فجأة. يركض إيش للبحث عن مولي ليكتشف أن كوري وأعضاء آخرين مرضى أيضا. تشير مولي إلى أن هذا ينتشر بسرعة كبيرة، لذا لا يمكن أن يكون نزلة برد عادية، وتشتبه في أنه قد يكون مرتبطا بالفيروس الأصلي. يبدأ إيش في الجدال معها حول كيفية المضي قدما، لكنهما يقاطعان عندما تصل بيري قائلا إنها مريضة أيضا. وسرعان ما يساعد كل أفراد الأسرة مولي في رعاية المرضى. لا يزال إيش في حالة إنكار ويعتني بجوي في غرفته ويرى تشارلي يراقبهم. ومع مرور الوقت يقضي إيش معظم ساعاته جالسا بجانب جوي، مما يغضب أليكس لأنه يعرف أن والده لن يكون قلقا بنفس القدر إذا كان هو المريض. بعد فترة تعود هيثر، لكنها وحيدة لأن رايف مات، وتخبر والديها أنهما متعبان وتتولى وردية لمراقبة جوي. لكن بغض النظر عن عدد الأيام التي مرت لا يتحسن جوي، ويعتقد إيش أنه يعاقب من الله لقتله تشارلي. يائسا يقرر إيش قطع حفرة في حاجز الجسر، والتي تكون كبيرة بما يكفي له ودراجة. الآن يمكنه أخيرا عبور الجسر والوصول إلى المدينة الكبيرة المغطاة بالنباتات. يهرع إلى المستشفى، وبعد كسر بعض الأبواب يجد الكثير من الأدوية. أثناء بحثه يرى تشارلي مرة أخرى في رؤيا ويظل ذنبه يطارده. يقرر إيش التوقف عند الكنيسة ويطلب من الله أن يأخذه بدلا من جوي. في المنزل تشارك هيثر رحلتها مع الآخرين. تقود هي ورايف شمالا، لكنهما لم يجدا شخصا واحدا. لقد تمكنا من رؤية الشاطئ وأعجب بجماله، لكن البلد كانت غير مرتبة وفاسدة. ذات يوم رأيا بعض الأرقام بسهم مرسوم على مبنى. بدأوا في ملاحقتهم ووجدوا نفس الأسهم مرسومة على المباني الأخرى والأشجار وحتى الصخور، لكنهم لم يأخذوها إلى أي مكان. في النهاية قرروا البقاء بضعة أيام على قمة الجبل. فجأة سمعوا ضوضاء وظهر رجل غريب في الغابة. حاولت هيثر ملاحقته لكنه هرب. عندما عاد الزوجان إلى خيمتهما ظهر الرجل مرة أخرى وأمسك بريف من الخلف. حاول ريف محاربته، لكن الرجل رد عليه بطعنه بسكين، وألقت هيثر الغاضبة على الفور بفأس عليه، مما أدى إلى مقتله. لم يتمكن ريف من قول وداعا قبل أن يموت أيضا. وبعد دفنه بدأت هيثر في العودة إلى المنزل سيرا على الأقدام لأن سيارتها تعطلت. سماع كل هذا يجعل جين يبدأ في الشرب مرة أخرى. بمجرد عودة إيش بدأ في تجهيز الأشياء لنقل الدم على أمل نقل مناعته إلى جوي. تهدئه هيثر على الفور وتنصحه بعدم اتخاذ تدابير متطرفة في وقت مبكر جدا، ثم تخبرها بالذهاب إلى مولي لأنها ابتكرت دواء جديدا مصنوعا من الشجرة. يأخذ إيش جوي ويأخذه إلى مولي التي تشرح له أن الدواء قد يستغرق بضعة أيام حتى يبدأ مفعوله. نظرا لأن جوي يعاني بالحمى يمنحه إيش حماما باردا. بعد بضعة أيام بدأ الجميع يشعرون بتحسن. تشرح مولي أن هذا سلالة من الفيروس الأصلي ولا يمكنها علاجه إلا لأنه أضعف. وفي الوقت نفسه يسأل كوري هيثر عن وصف الرجل الذي قتل رايف ويدرك أنه سيلس. الآن عليه أن يقرر ما إذا كان سيبقي هذا الأمر سرا أم لا. للأسف لا يعمل الدواء على جوي الذي يقول كلماته الأخيرة لوالديه ويموت في سريره. لا يتقبل إيش الأمر جيدا ويخرج من المنزل بسرعة كبيرة متجاهلا مخاوف عائلته. يجد اللافتة التي رسمتها إيما منذ سنوات ويغطيها، ثم يذهب إلى المكتبة ويبدأ في رمي الكتب وتدميرها في نوبة من الغضب. في المنزل يدفنون جوي مع عدد قليل من الأشخاص الآخرين الذين لم يتمكنوا من النجاة من الفيروس أيضا، ويقيمون جنازة صغيرة. لاحقا تجد إيما إيش لا يزال في المكتبة ومعه عود ثقاب في يديه، تذكره أن كل شيء قد انتهى بالفعل قبل جوي، لكن لا يزال لديه أطفال وأصدقاء آخرون ليعيش من أجلهم. يقنعه هذا بالعودة إلى المنزل، لكنه لا يزال لا يعرف كيف يعيش مرة أخرى. وبعد بضعة أيام يذهب إيش في نزهة ويجد منظرا جميلا لشروق الشمس المثالي والذي يظهر كيف أصبح العالم. عندما يعود يخبر الأطفال أنه أخطأ في كل شيء. لقد كان يحاول تعليمهم دروسا من العالم القديم، لكنهم يعيشون الآن في مكان مختلف.
يعلن إيش أنهم لم يعودوا بحاجة إليه لتعليمهم لأن العالم هو معلمهم الآن. بعد مرور عام، أجبر إيش نفسه أخيرا على دخول غرفة جوي. أثناء التقاط كل الأشياء غير المستخدمة، اكتشف مذكرات جوي. كان الصبي يريد العثور على المزيد من الأشخاص حتى لو لم يوافق إيش، وكان قد بدأ في تصميم مخطط لجهاز راديو بهوائي خاص به. راغبا في الاحتفال بإرث ابنه، أخبر إيش الآخرين أن لديهم مشروعا جديدا للعمل عليه معا. في النهاية، تم الانتهاء من الراديو وتم تثبيت الهوائي أعلى المنزل، وبدأت تعمل الآلة، لكن في الوقت الحالي لا أحد يجيب. يقضي إيش كل ساعة من ساعات يومه في محاولة كل تردد على حدة، على أمل أن يتمكن شخص ما في النهاية من إيجاد حل. في إحدى بعد الظهيرة، تقنعه أيمن بأخذ قسط من الراحة وينضمون إلى مباراة بيسبول يلعبها الآخرون باستخدام أشياء عشوائية من المنزل. يقضون بعد ظهرا مليئا بالمرح، لكن هيثر لا تستطيع إلا أن تتساءل لماذا تحتوي لعبة الكرة على الكثير من الأرقام. يشرح إيش أنه في العالم القديم، كان الجميع مهووسين بالإحصائيات والقياس وتصنيف كل شيء. يتسبب سماع هذا في تذكر هيثر للأرقام بالسهم، ويدرك إيش أنها تردد. تندفع المجموعة إلى الراديو وتجرب أرقام هيثر. بعد بضع دقائق من الصمت، يحصلون أخيرا على إجابة. يوجد مجتمع مكون من 77 عضوا على بعد أقل من 100 ميلا، فيما كان في السابق حديقة عامة. بعد بعض المناقشة، تدعو مجموعة إيش هؤلاء الناجين للانضمام إلى مجتمعهم. وبعد 50 عاما من بداية الوباء، يمرر إيش العجوز مطرقته إلى الابن الأكبر لهيثر. يخبره إيش أن الدرس الأخير الذي يجب أن يتعلمه هو أن الرجال والنساء يأتون ويذهبون ولكن الأرض باقية. تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكرا لك على المشاهدة.